متابعي قناة فلامينيو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. معكم وسيم أفلام كالعادة. بحكم اللي احنا مازلنا نعيش في أجواء الكأس الإفريقية، حلقة اليوم باش نحكي فيها على موضوع يرجع بينا الكان 2000. وفي أحد الفيديوهات السابقة، في الفيديو متاع الطرائف والغرائب في تاريخ كأس إفريقيا، حكيت عليه لكن ذكرته بإيجاز. حلقة اليوم باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل، ونشكر صديقي اللي ذكرني فيه زاهر بن عبد الله، ونتمنى له حظ سعيد مع سهريج. ولكن قبل هذا وقبل ما نبداو نحكيو في التفاصيل، فضلا وليس امرا، فولو للقناه مع اللايك، تفعيل الجرس. ميسالش اعمل لايك قبل ما تتفرج في الفيديو، حاجه باهيه ان شاء الله. به كما كنت نقول، باش نرجعوا الكان 2000 وباش نحكي على المنتخب الايفواري. لكن قبل ما نبدا نحكي على الكان، خلينا نحكي شويه على الاجواء في ساحل العاج. قبل الكان وفي 24 ديسمبر 1999 تمت الاتاحه بحكم هنري كونان بيديه، وكان وقتها مجلس وطني للسلامة العامة اسمه هكا، يتولى السلطة ويرأسها جنرال روبير جاي، يعني البلاد تحت إدارة الجيش، نجم نقولوا حكم عسكري. نرجع للمنتخب الإيفواري اللي شارك للمرة 13 في تاريخه. وقتها التنظيم في كان 2000 مشترك بين غانا ونيجيريا. القرعة حطت ساحل العاج مع واحد من المضيفين اللي هو منتخب غانا، ولقاءاته كانت باش تكون في ملعب أكرا سبورت ستاديوم. اللقاء الأول هو 1-1 مع منتخب التوغو، ومن بعد هزيمة 3-0 أمام الجيل الذهبي للكاميرون وأهداف كالا إيتو وباتريك مبوما. ومن بعد فاز على المنظم، نعم فاز منتخب الإيفواري على المنظم غانا 2-0 أهداف كالو وأوليفير سيي. به كل الفرق في المجموعة عندها 4 نقاط، لكن تأهلوا فقط الكاميرون وغانا بالاهداف المدفوعه والمقبوله. المنتخب الايفواري يلقى روحه اوت ويغادر غانا ويرجع لبلاده بعد الانسحاب. الحد الان كل شيء طبيعي عادي جدا. منتخب ساحل العاج شارك في كاس افريقيا، انسحب من الدور الاول، ما ترشحش للدور الثاني، يعني الطياره وترجع لبلادك. بعد ما وفى الكان والانسحاب المر للمنتخب الايفواري، الملاعبيه يستنوا باش يرجعوا للحياه الروتينيه والسيارات والعز في اوروبا، بحكم اغلبهم كانوا يلعبوا في اوروبا. الحارس غواميني كان في تولوز، دياباتي في بوردو، تيبيلي كان يلعب في سيلتيك، باكايوكو في اللوان في مارسيليا وغيرها. لكن شنو اللي صار؟ طائرة خاصة من أكرا من المفروض إلى أبيجان، مطار أبيجان، ويروحوا الملاعبية. لكن الطيارة تنزل في ياموسوكرو، قاعدة عسكرية. الجنود استقبلوا اللاعبين وفرض بعض البرامج والأنشطة للاعبين، ولازمهم يشعروا بأنهم جنود في خدمة الوطن ويحترموا الشعب. كان فما لا محالة ضغط من الفيفا وبعض الاتحادات الأوروبية لإطلاق سراح اللاعبين، لأنهم كانوا تقريبا محتجزين. وفي اليوم الثالث انتهت الخدمة الوطنية بعد دورة كاملة تثقيفية، ويقال انه تم تدريسهم التربية المدنية اللي تعلمهم حب الوطن كما ذكرت الصحافة الإيفوارية في الوقت هذاك. والمعسكر كان بعيد تقريبا 18 كيلومتر مع العاصمة أبيجان. وقام الرئيس جاي بإلقاء خطاب طويل للاعبين، وهددهم بأداء الخدمة العسكرية اللي تبقى 18 شهر في ساحل العاج، واتهمهم انهم جلبوا العار وبالخيانة، وان شاء الله الإقامة العسكرية تكون لهم درس. وقال لهم كنت نتمنى اني نشوفكم بالكاس، وقتها نعمل لكم احتفال تاريخي، لكنكم كنتوا تستاهلوا بعض الدروس في حب الوطن. هذه هي إذن قصة المنتخب الإيفواري في كان 2000 والخدمة العسكرية بين ظفرين اللي كانوا أجبروا عليها ولمدة 3 أيام كاملة. والحقيقة المنتخب اللي بالي بالكم زاد يا ريت لو كان يعملوا له خدمة عسكرية. إن شاء الله عجبكم الفيديو، ونلتقي في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.